السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم، قناة شانل بالشاب. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. إن شاء الله. معايا في جولة قصيرة وجميلة. نغيروا شوية الجو ديال الروتين الكوزينة والدار، نستمتعوا شوية بالطبيعة وبعض الصور الطبيعة من بعد ما أنعم الله علينا بأمطار الخير. وغنمشي إن شاء الله معروضة عند خويا لجهة الكموني، بالضبط في سلا عند سيدي علي البحراوي. وبغيتكم تشاركوا معايا هاد الخريجة. وان شاء الله هانتوما معايا وانا معاكم، ونتمنى لكم وليا الخير والخير لجميع المسلمين. وتنشكر تنقول لكم لاني تنشكر بزاف 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 الاخوان والاخوات اللي كانوا معايا ودائما داعميني ومشجعيني. وما تنساوليش ان شاء الله دائما وابدا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وعلى شله، ونبقاو مع
وهنا من بعد ما ارتحيت جيت دخلت الكوزنه، لقيتها مسكينه وجدت كلشي د الفطور، بقات لها غير البيتزا. وهذيك الطريقه اللي صنعت بها البيتزا عجبتني، وقلت لاش ما نتقاسمش معكم هذه الطريقه. هنا جبت هاد المقلاله الغليظه ودرتها فوق البوطه، وبقات عجينه، معرفين عجينه البيتزا، تتقبها هكا بهاد الفرشاه وديرها مباشره فوق هذيك الحديده كيف تلاحظوا. تتجي غزاله رائعه، الطياب ديالها زوين ودغيا تطيب، وتتكمل الطياب ديالها في الفران. عاو هنايا يمكن لك كيف قالت ليا انك طيبيها نص طيبه ياك، وديريها في ميكات، تستوكيها في ميكات وديرها في الثلاجه، وقت ما تبغي تستعمليها مره اخرى. اننا تطيب دغيا دغيا تطلع وتجي داك العجين ديالها رطب. هانتوما غتشوفوه معايا، تجي العجين ديالها رطب، ما تيبقاش يتمدد، هشيش بزاف، والطريقه زوينه اللي درت بها. وهنايا درت فيها لاصوص كيما مولفين اي واحد تيدير بيتزا او طريقه البيتزا، كلشي على الحشوه اللي بغيتو الحشوه ديروه. درت هي هنايا الفرماج الصفر والابيض، لاصوص هو الاول، ومن بعد درت الفرماج ودرت الطون. درت جوج نواع ديال البيتزا ديال الطون، وفوق منها الفرماج، حيت بنتي انا صغيره ما تبغيش البصله نهائيا ولا اي حاجه فيها غير الفرماج والطون ولا الفرماج ولا الكفته. نبقاو ان شاء الله مع الصور كيف تتشوفوا وانا معكم. نشوفوا البيتزا الاولانيه هي هذه كملتها، ادخلها الفران باش تكمل الطياب ديالها وتحمر. ونديروا البيتزا الثانيه اللي استعملنا فيها الدجاج والبصله، قلاتهم مزيان، من بعد ما قلاتهم درت لهم العطريه كيف تتشوفوا، البزار، الملحه، درت فرماج، درت لاصوص كيف تشوفوا فوق من البيتزا، وكيف قلت لكم البصله والدجاج، ودخلتهم في الفران كذلك عفوا باش يتحمروا. هنا كاع الخضر سلقاتهم وانا بديت نصوتيهم فوق البوطه بشويه زيت البلديه. هنا فرشت شويه الخس، وبقيت نقاد الخيزو والبطاطا، ندير شويه البربه وانا مع الصور معكم، وتشوفوا كاع داكشي اللي حضرت مسكينه، وانا غير جيت عاونت في الاخير وصافي. المهم غير درت اللمسه ديالتي. ايوا هذا ما كان. والطبق الرئيسي دجاج محمر في الفران. انا في الاول ما شفت شنو دارت فيه، ولكن جا رائع ما تقنعوش منه. عطاتني فكره اني جيت للدار، والله الا بالقوه البنه اللي بقات لي في الفم ديالي، جيت للدار وعاودته وما جانيش بحال هذيك البنه اللي دارت فيه هي. بصراحه طيابها الله يعطيها الصحه، ونتمنى لكم الصحه والسلامه، وفطوركم وفطوري ان شاء الله بالخير والبركه، وواشكم مبروكه، والى اللقاء.